اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير اوي. انا اتاخرت عليكم، معلش في الفيديوهات، كان عندي ظروف والله ما قدرتش انزل فيديوهات ولا اصور. آه ده فيديو من مسجلاه من كام يوم كده، وحبيت انزله لكم. والحمد لله على كل حال. قدر الله ما شاء فعل، ربنا يسترها علينا وربنا يشفي كل مريض يا رب يتألم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يخلي لنا اولادنا واولادكم ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يشفي كل مريض. اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين النهارده هنبدا فيديو النهارده. بس قبل ما ابدا الفيديو بقول لكم حطوا اللايك، بالله عليك حطوا اللايك، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. انا اتاخرت في الفيديوهات ونفس الفيديوهات اللي انا نزلتها قبل كده المشاهدات واللايكات وقعت خالص. بالله عليكم حطوا اللايك كده عشان الفيديو يترفع والناس كلها تشوفه. زي ما انتم شايفين هنبدا الفيديو عند الطيور. حط لهم اكل وحط لهم شرب زي ما انتم شايفين. طبعا الفراخ عندها حطينا لها العلف وحطينا لها ميه. الجو حر خالص والله، بس هنعمل ايه غصب عننا. النهارده هصور لكم الزرع اللي انا زرعاه وهتشوفوه معايا بعد ايه ما نوكل الطيور كده ونشربهم. هنروح نصور الزرع ونشوف احلى زرع زرعناه. كوسة، كنتالوب، ملوخية وفجل وجرجير، ويعني زرعنا كده شوية حوالين البيت. هتتفرجوا عليهم كده معايا. طبعا الطيور زي ما انتم شايفين حاطين لهم الاكل، وده قشر بطيخ اللي هو ايه ياكلوا منه، هيرطب عليهم في الحر الشديد ده. ربنا يرحمنا، الجو حر شديد وزيادة من النور. لما يقطع النور بيقطع حوالي ساعتين وساعات 3 ساعات، فالجو حر شديد. الحمد لله على كل حال، يعني الناس مستحملة الحمد لله. والمفروض النور ما يقطعش لان ايام امتحانات سنة تالتة ثانوي. ربنا ينجح اولادنا واولادكم ويا رب يكرمهم كده يا اللهم امين يا رب العالمين بالنجاح. كل اللي معاه ابنه ولا بنته في الثانوية العامة ربنا ينجحه كده يا رب ويوفقه. هو المفروض النور ما يقطعش عشان الجو حر، والعيال بتذاكر حاليا دلوقتي. هي بتقطع في الارياف اكتر طبعا، في القرى والارياف طبعا بتقطع اكتر النور. حاسه ان في المدن ما بيقطعش زي ما بيقطع في الارياف. احنا طبعا احنا في قريه، مش في محافظه، احنا تبع محافظه اسيوط بس في قريه. زي ما انتم شايفين احنا قافل عليهم الباب عشان خاطر ايه، عشان خاطر الزرع اللي انا زرعاه بره مش هينفع اطلقهم. هياكلوا الزرع، مش هيخلوا حاجه في الزرع لو طلع فتحنا الباب. فانا بوريكم ان انا قافل عليهم الباب. ايه، وطبعا الحوش كبير زي ما انتم شايفينه، واسع وكبير هيرمحوا فيه، والجو يعني عاملين سلك زي ما انا وريتكم من فوق، هينزل لهم هوا. طبعا حطينا لهم الميه والاكل هم بياكلوا. طبعا مع الحر الشديد لازم ارشرش لهم كده شويه ميه حوالين المكان عشان ايه يرطب لهم، لان الجو حر خالص خالص خالص. بعد ما نزلت درجة الحرارة رجعت ارتفعت تاني. من امبارح الجو حر، يعني ليه تاني يوم كده او تالت يوم الجو درجة الحرارة ارتفعت. الجو حر شديد. هو بيبقى حلو يعني معقول بالليل، لكن بالنهار بيبقى الجو حر خالص. بس احنا الحمد لله يعني احنا في القرى احسن من المدن بكتير. انا كنت في اسيوط كان الجو حر طبعا مع المطاعم ومع العربيات وكده الجو حر شديد. الحمد لله احنا في القرى هنا الحمد لله مع الزرع وكده الجو ايه حلو، يعني احسن من المدن. الحمد لله على كل حال. زي ما انتم شايفين حطينا الاكل والشرب اهو بياكلوا. وهنروح نشوف الزرع زي ما انا قلت لكم. هنشوف الزرع اللي احنا زارعينه، الكوسة والكنتالوب
والملوخية والفجل والجرجير، يعني زارعين شوية زرع حلوين كده. هفردكوا عليهم وهقولوا يا حبايبي اللي قالوا لي انت ساكنه بيت ولا في شقه. لا طبعا انا ساكنه في بيت، وهوريكم المكان اللي انا قاعده فيه البيت وكده. فانا مصور يعني مدخل البيت وكده، هتشوفوه معايا. والحته اللي قدام البيت اللي احنا زارعينها، احنا مزارعينش بره، احنا زارعين في البيت نفسه، محوطين بيتنا كده وايه، وقاعدين من داخل البيت عاملين حته كده وزارعينها. هتشوفوا معايا كل حاجة وان شاء الله. حبايبي اللي بيسألوني معاك ايه اولاد وكده، ان شاء الله هنعمل بث مباشر وهحكي لكم بالتفصيل ان شاء الله. طبعا هنشوف في بيض ولا لا. في فرخة، الفرخة دي شكلها عايزة تنام، عايزة ترقد على البيض، فانا مش عايزة ارجدها، لان لو رجدت انا هجيب لها منين بيض. احنا محتاجين البيض دلوقتي لان احنا عايزين نعمل شوية بسكوت، وهي الفرخة بترك عايزة ترقد على البيض. طبعا هي الفرخة بعينها اللي انا رجدتها قبل كده على انا رجدتها على البيض قبل كده، فانا مش هرجتها تاني خلاص. اجيب لها منين بيض تنام عليه. فانا قومتها، كل ما القاها ترقد انا هحميها في المية كده عشان تقوم ما ترقدش على البيض. زي ما انتم شايفين الفراخ البيضة يعني بقت احسن من الاول بكتير. وطبعا الديوك اللي احنا قلتلكوا عليهم اللي طلعتهم الفرخة دول ديكين، واللي فضلوا من اللي طلعوا الصراحة كانوا طالعين 9، رسوا على فرختين وديكين اللي هم اللي قعدوا منهم، لان انا حطيت الفرخة معاهم بعد ما طلعت بكام يوم. فزي ما تقولي ايه كده، ما عرفش ان كانت هي اللي قطعتهم ولا انا كنت حطاهم في بياتة ولا في فار ولا ايه قطعهم عبالة الصبح، فماتوا منهم ايه، قاعد فضلوا الاربعة دول. والحمد لله يعني، الحمد لله على كل حال اللي هم قعدوا. فانا ما حبيتش ارجتها تاني، لان انا هرجتها ليه، لان ما عملتش غير زي ما قلت لكم قعدوا الاربع فرخات اللي هم الديكين والفرختين، فانا مش عايزه ارجد الفرخه تاني خلاص على كده. بصوا زي ما انتم معاكم، هوريكم الزرع اللي انا زرعه ده، المكان اللي انا قاعدين فيه ده بيتنا اللي انا قاعده فيه. حبايبي اللي بيسالوني انت قاعده في بيت ولا في شقه، طبعا احنا قاعدين في قرى، فالقرى بيقعدوا في بيت ما بيقعدوش في شقق. طبعا زي ما انتم شايفين ده الكنتالوب والبتنجان اهو، وزارعين كوسه اهي ورمت. اللهم صل على النبي. بصوا الكوسه رمت، احنا بنجيبها غلة ونشكها في الارض وبتكبر زي ما انتم شايفين كده وبترمي. البتنجان ده يبانوا شلتلات، لكن الكنتالوب انا بشكاه طبعا. احنا بنجيب كنتالوب طبعا، انا باخد اللب اللي في قلبه وبغسله وانضفه كده وانشره وينشف، وبعد كده تاني سنة انا بزرعه وبينفع. زي ما انتم شايفين ادي البيت بتاعنا كده والمكان بتاعنا كله زي ما انتم شايفين. ده الكوسة زي ما قلت لكم، ده الكنتالوب والملوخية، ويعني زارعين شوية زرع كده حوالين عشان نلقى ايه منشتريش. ده الملوخية اللي انتوا شايفينها دي لسه طالعة طبعا، طبعا قبينا منها وش، وده الوش التاني. شوف الملوخية بتتباع بمبلغ والكوسة بمبلغ والبتنجان حاليا غلي والكنتالوب وكل حاجة غالية. فاحنا حبينا ندرب ونزرع كده في الارض ونشوف ايه هينفع ولا لا. انا زرعت معاكم الكنتالوب السنة اللي فاتت وصورت معاكم في فيديو، هترجعوا ورا تلقوا الكنتالوب طلع يعني وبقى حلو كده. انا موريكم الزرع بتاعنا يعني من اول ما زرعناه. هترجعوا في الفيديوهات ورا خالص كده من اول ما بدأت في الفيديوهات، هتشوفوا الزرع اللي احنا زرعناه. طبعا دي منداية احنا مشترينها وحطيناها في الارض، ان شاء الله كده ربنا يكرمنا فيها وتنفع. احنا جبنا 4 ما نفعتش غير دي، هي اللي فضلت بس من المانجا. طبعا انا رجعت تاني عند الفراخ عشان ايه كنت ناسية البيضات، رحت جبتهم وقاعدة بصور زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو بتاعنا خلاص قرب يخلص، وما تنسوناش يا جماعة باللايك بالله عليكم عشان الفيديو
يترفع، هو الفيديو بيترفع باللايك، يعني كل ما تبقى فيه لايكات فيديو الناس كلها هتشوفه، يعني مش هي الفيديو هيترفع، يعني انا قصدي ان هيترفع عشان الناس تشوفه، مش عشان ايه. وربنا يبارك فيكم كده ويخليكم ليا يا رب، وقناتي تكبر بيكم ان شاء الله، ومعاكم احلى متابعين في الدنيا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياة، اللهم امين يا رب العالمين. متنسوناش يا جماعة باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. الناس اللي بشكر كل حبايبي اللي بيشتركوا لي في القناة، كل اللي اشترك جديد في القناة بشكره خالص، ربنا يديمه نعمة في حياة، اللهم امين يا رب. وبشكر كل اللي لسه داخل جديد وشاف القناة بتاعتي يشترك، يدوس على الجرس كده، زر الجرس، ويشترك عشان يوصلوا كل جديد مني ان شاء الله. وان شاء الله الايام الجاية تبقى ان شاء الله باذن الله كده فيديوهات كتير ان شاء الله، ننزل كل يوم فيديو باذن الله. اللي كل اللي يتابعني يحط اللايك ويشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد. واشكركم خالص 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 على متابعتكم ليا وعلى مساعدتكم ليا. ان شاء الله قناتي هتكبر بيكم ومعاكم باذن الله. احلى متابعين، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.